السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن اهم يوم في تاريخ كل 4 سنين، كاس العالم. النهارده كاس العالم كنا بنحتفل بيه وافتتاحه في دولة قطر، كاس العالم 22. كاس العالم ده اللي كان افتتاحه زي الفل بصراحة، الصرف باين. خلينا نتكلم كده الاول. الاحتفاليه كانت احتفاليه جميله جدا ولذيذه جدا وحاجه حلوه، زي ما بيقولوا ايه، الوعد اللي قالوه بينفذوه. ده كده بداية من ايه؟ من الاحتفال. حلو اوي الاحتفال، جميل. خلص الاحتفال، احنا جماهير كورة فما بنهتمش اوي بالاحتفالات ومين جه ومين مشى، بس الشكل الاحتفالي جميل وحلو زي الفل. ندخل اهم حاجة دلوقتي بعد كده، ايه؟ الماتش. الدولة المنظمة دولة قطر. بس عشان نكون فاهمين حاجة محددة كده، انا مش بشجع قطر، ومش ما بشجعهاش، لكن انا واحد بتفرج عليها من 2004، من ايام خليجي 17 تقريبا، واللي خدته ضد عمان. الريتم بتاع منتخب قطر رتم تصاعدي. يعني ايه رتم تصاعدي؟ يعني من 2004 ل 2019 ده التطور الطبيعي، وكأن في بروجكت ماشيين عليه بحيث ان هم يلاقوا منتخب قوي جدا ينافس في كأس العالم. مش ينافس على التايتل، لكن ينافس في المحافل الدولية. قبلها طبعا، قبل ابطال اسيا، كانوا هم بيلعبوا في كوبا امريكا النسخة الذهبية، احتفالا بالنسخة الذهبية اللي هي بتاعت 100 سنة. وبعدها كانوا بيلعبوا في تصفيات اوروبا مع فرق اوروبيه. يعني الناس دي طالعه في نسق تصاعدي وصرفه مكلفه، وبقالهم 4 شهور بعيدا عن الدوري. ان شاء الله كده بيتمرنوا وبيجهزوا وبيلعبوا ماتشات وديه في اسبانيا. يعني الشكل اللي احنا شفناه النهارده من خط الدفاع وحارس المرمى في الشوط الاول كان حاجه قمه التوتر، حاجه ملهاش اي 30 لازمه انها تحصل ونشوفها. طيب، الشوط الاول احنا ما شفناش الكوره راحت عند الحارس بتاع الاكوادور غير في اول دقيقه، لما اتلعب الكوره طوليه ومسكها حارس المرمى او الدفاع تقريبا، والكوره الاخيره بتاعت المعز عليه. طيب، عدت. الشوط التاني احنا قلنا بين الشوطين هيكون في حماسه، في شده، في شحن للهمم، في شحن واعاده، زي ما بيقولوا شحن للشغف اللي عندهم عشان ينزلوا. احنا بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا، الناس دي ما ينفعش تطلع زعلانه، حتى لو خسرنا هنخسر واحنا قايمين بدورنا على اكمل وجه. لكن اللي احنا لقيناه برضو ان الكوره تقريبا في نص ملعب منتخب قطر نادرا ما كانت بتروح عند منتخب الاكوادور. احنا ما سمعناش اسم حارس الاكوادور او خط الدفاع كتير. كان من من المضحكات في الماتش ان كابتن يوسف سيف كان بيقول بمنتهى الوضوح ان خط دفاع الاكوادور قوي جدا. لا، هو للاسف الشديد ان خط وسط منتخب قطر مع الدفاع مع الهجوم مع حارس المرمى مش موجودين. هل ده المنتخب اللي كان بيلعب اليابان وبيلعب المنتخب السعودي في كاس اسيا؟ لا. هل ده المنتخب اللي كان بيحرج منتخبات كبيره على ارضه في الماتشات الوديه؟ لا. ايه اللي حصل؟ الله اعلم، بجد الله اعلم. المنتخب ده ايه اللي حوله لكده؟ معرفش. طيب، هو بدايه كده يعني انا برضو كنت متوقع ان اللي هيصعد من المجموعه دي قبل كاس العالم ما يبدا، وقبل ما نشوف الليله دي كلها على اساس الريتم اللي طالع فيه المنتخب القطري، ان اللي هيصعد هو منتخب هولندا ووراه منتخب قطر، بصفته صاحب الارض والضيافه والتشجيع معاه والناس معاه، سواء مقيمين او قطريين موجودين، كله بيشجع قطر او منتخب قطر. فده هيديله افضليه نفسيه، افضليه في الملعب. لكن للاسف الشديد ما لقيناش ده حصل. طيب، ايه الحل دلوقتي؟ ايه الحل دلوقتي؟ ان الماتش ده نعتبره وكسة، كبسة، لبسة، ونبدأ نركز في الماتشات اللي جاية. على الاقل هيكون في تمثيل كويس ان انت تطلع ب3 نقط من مجموعه فيها السنغال والاكوادور. بما انك ما قدرتش على الاكوادور فاكيد مش هتقدر على هولندا، ويبقى حاجه كويسه جدا لو قدرت على السنغال. فاعتقد ان ده هيكون دافع ليك جدا ان انت تدخل ماتش السنغال بشكل قوي جدا. اتمنى اشوف قطر بتلعب السنغال بشكل قوي. انت لاعب كل حاجه على اساس ان انت جاهز تلعب وهو داخل للمنافسه. اي نعم، انا عارف ان القطريين نفسهم ما كانوا مش بيرشحوا قطر ان تصعد للدور التاني اللي هو دور 16. لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم في حته انت معاك افضليه كل حاجه. منتخب روسيا مش احسن منك. منتخب روسيا او منتخب كوريا ومنتخب اليابان في 2002 في او اللي هو اسوأ نسخه لكاس العالم مش احسن منك.
منتخب جنوب افريقيا حالته الذهنيه وحالته مش عارف ايه مش احسن منك، صعد لدور ال 16. فانت لازم تعمل ده. انت زي ما بيقولوا صارف ومكلف، صارف ومكلف في ملاعب، صارف ومكلف في بنيه تحتيه، صارف ومكلف في تجهيز المنتخب. فالمفروض المنتخب القطري او لعيبه المنتخب القطري تبدا تفهم ان اللي حصل النهارده ده كان لابسه سودا واحنا لبسناها. تمام. اما بالنسبه للمدرب، لو ده فكر المدرب، انت بعد كاس العالم ان شاء الله تاخده تربطه وتسلمه لاسبانيا وتقول لهم ما نشوفش شكل وشه تاني. بجد. ده ملخص الماتش. اللي انا هقول لك بقى التكتيك والكلام ده كله، ما كانش فيه تكتيك. التكتيك ان الاكوادور جابت جولين واتلغى لها جول في الاول، على فكره الالغاء صحيح. وبعد كده قال لك بلاش نشد على الناس دي، على الناس دي على ارضها وفي وسط ناسها، فمش هينفع نحرج اكتر من كده، هم اصحاب الضيافه. فاتمنى ان شاء الله المنتخب القطري يشد حيله، والمنتخبات العربيه تتعلم من الدرس اللي حصل النهارده وتلعب، لان هتلاقي دعم عربي حواليها. كاس العالم بيلعب لاول مره على ارض عربيه، سواء منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب السعوديه، هتلاقي دعم جوه الملعب وخارج الملعب. هتلاقي دعم من المحيط للخليج. المشاكل السياسيه يركنوها على جنب، احنا ملناش دعوه، احنا مشجعين كوره بنشجع كوره. فهتلاقي دعم. يعني مثلا واحد بيشجع هولندا، انا بشجع هولندا النهارده. نفسيا انا بساند قطر، دوله عربيه مستضيفه البطوله. خلينا نتكلم بشكل واضح، صارفين ومكلفين بصراحه يعني. اي حد كان بيتكلم على ان المستوى البطوله مش هتكون بالمستوى المطلوب، يا جماعه انتوا بعيد قوي. ده ملخص اللي حصل النهارده. الاحتفاليه كانت حلوه جدا، رهيبه جدا وحلوه جدا وعسل جدا. ما افسدش كل ده غير الاداء المزري اللي حصل من المنتخب القطري، واتمنى ان شاء الله ما يكررش تاني. يعني نسخه منتخب مصر في 2018 انا مش عايز اشوفها، مش عايز اشوفها. ده بجد. انا بشجع هولندا، هفضل اشجع هولندا، لكن في نفس الوقت انا مش عايز المنتخبات العربيه تتضرر ولا تتاذى ولا تطلع بصفر زي منتخبات تانية. فان شاء الله نشوفكم على خير بقى بكره في الفان زون، ونشجع مع بعض هولندا.